معلقة دبس فليفلي. هلا راح ناخدها على الفرن اللي عند ام بشير. نفضل هيك. خارقة حارقة متفجرة. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام، يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. اليوم إن شاء الله رح سوي كباب صدور الدجاج. عندي هون كيلو صدور الدجاج، وعندي هون لية وشحمة، عندي بصلة وسنين توم وفليفلة حمراء وفليفلة خضراء، بدي احطهم واضربهم مع يعني ضيفهم للكباب. البهارات عندي ملح، وعندي بهار دجاج، بابريكا، فلفل اسود وكركم، ومكعب دجاجي اختياري. اول شي محضرة الطعام راح اطحن الدجاج. هيك الصدور تمام. هلا رح نزل البصل والفلفل الحمراء والثوم، يعني الخضرة بشكل عام، وافرمهم مع بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رح ننزل البقدونس كمان. هلا بدي افرم اللية. رح نزل هدول الدهنات والليات وافرمهم مع بعضهم. افرمهم مشان نضيفهم للكباب. هلا حنزل الليات، هدول لية ودهنة مع بعضهم. بتعرفوا الكباب بدون لية بيطلع ناشف. هدول الخضرة اللي فرمناها مع بعض بمحضرة الطعام. هاي المي ما رح كبها لاني رح سقسق فيها بقى كباب. هلا رح ضيف البهارات يلي ذكرتها قدامكم. دبس فليفل يا نور، هذا الفليفل. اعطيني شطة فليفل من برا. هاي معلقة دبس فليفلي، وهاي شطة. هاي شطة حلوة ما شطة. على تطحين مشان تتماسك معي الحشوة. هي اكيد رح تتماسك على الشيش، بس اسرع يعني لانه بتكون رخوة شوي. هلا حاتركهم يرتاحوا. قطعت الخس والملفوف الأحمر. أنا كتير بحب الملفوف الأحمر بالسلطة لأنه بيعطي لون حلو للسلطة وطعم طيب كمان. وقطعت البندورة والبقدونس وحطيت قسم من السلطة وقسم من البيواز لأن البيواز مع الكباب أساسي. رجعت قطعت البصل جوانح رقيقة وضفتهم فوق البقدونس لسلطة البيواز، وفرمت سنين توم ناعمين لأن ما بيجيب طعم السلطة إلا التوم أو البصل. بالنسبة للسلطة لما بكون فيها ورقيات مثل الخس والملفوف ما بيلبق عليها إلا التوم، بس إذا كانت بندورة وخيار وبدون ورقيات الأطيب نضيف لها بصل مو توم. السلطة صارت عندي جاهزة، وهاي البيواز كمان صار جاهز. باقي البيواز بس بنحط له سماق وزيت زيتون ودبس رمان. هلا بدي بلش تشكيل الكباب. هون دهنت الصينية بالزيت مشان بس احط قطع الكباب ما يلزق فيها. بسيخ خشبي أو سيخ عادي شكيت أصابع الكباب ورجعت سحبتهم من السيخ مشان يقعدوا معي منيح بصينية الفرن. كملت كل الصينية، والمية اللي نزلت عندي من الخضرة تبع البصل والفليفلة ضفت لهم شوية زيت مع شوية شطة ودهنت أصابع الكباب فيهم مشان ياخدوا لون أحمر حلو. هلا راح ناخدها على الفرن اللي عند ام بشير. بعد ما دخلنا الصينية على الفرن تذكرت اني نسيت اقطع بندورة وبصل مشان اشويهم مع الكباب.
فدغري قطعتهم وصفيتهم بين الأصابع ودهنتهم بنفس الصوص اللي دهنت فيه الكباب. سبحان الله هلا شوفوا لو انه الشوي رح يكون على الفحم مستحيل ينسى الواحد هيك قصة، بس لأنه بالفرن غابت عن بالنا، بس لحقناهم وشويناهم مع بعضهم كمان مشان ياخدوا من نكهات بعض. هلا أكيد كان فينا نحطهم بصينية لحالهم نشويهم، بس هيك أفضل بياخدوا من نكهات بعض. وبعد ما استوى أول وجه للكباب قلبتهم على الوجه الثاني مشان يتحمر. رشة فلفل أحمر ناعم. هلا الكثير من النعناع. صبايا بعد ما استوت صينية الكباب شغلت فحمي ودخنتهم مشان ياخدوا نكهة الفحم ويحس حاله الواحد عم ياكل مشاوي على المظبوط. واكيد بدنا ما ننسى الخبز المدهوني بدبس الفليفلي والبندورة مع نشة البقدونس، هاي لوحدها طعمها غرام. صبايا الكباب بالفرن عن جد أكلة طيبة، يعني إذا كان اشتهيتوا هالأكلة لا تقولوا ما فينا نساويها لأن ما عنا مكان نشوي فيه. جربوها بالفرن متأكدة رح تعجبكم، يعني طراوتها بتشهي والتدخين يعطيتها طعم كتير طيبة كأنه شاوينا على الفحم. بنصحكم تجربوها لأن عن جد خارقة خارقة متفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدوا مسؤوليتي يعني الحياة. دائما كل واحد يتبذل طبخ أمي. طبخ أمي عن جد طيب. القطة بتعرف. بسندويشة الكباب على كيف قولها يا حبيبي قولها. غرام خارقة حارقة متفجرة. شوف الطراوة. هلا هاي مالح باجاتك طلع شوية بندورة هيك. وهلا يا غوالي إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة بلايك وشير وكومنت حلو من إيديكم الحلوة. دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.